أزول في اللون في قشيشين في ستيليم ان شاء الله. هذا الفيديو غاريكم دي تافين بخير الصحة نون ان شاء الله. الساقي ويغاوند لاوسات نصيف تخفيفانت تبنينانت ان شاء الله. هذا لاوسات راوني عجبن تسيمتي دوا ونتعجب ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مملكة الطبخ والحلويات. ان شاء الله راكم ملاح، ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة صيفية خفيفة بنينة، ان شاء الله تسيوها وتنال اعجابكم باذن الله. وصفة اليوم هي الرز بالكركم. هنايا في مقلاة درت شوية مارغرين شوية زيت، حميتهم شوية ودرت نصف كاس شعيرية نقليها شوية كما راكم تشوفوا، نقليها حتى تاخذ اللون الذهبي كما راكم تشوفوا. ولهنايا بعد ما تقلات لي وخذات اللون الذهبي ضفت كأس من الرز كما راكم تشوفوا. نخلط ونخليه تاني يتقلى شويه مع الشعيريه هذيك. من بعد نضيف فصوص ثوم مقطعه حوالي 2-3 كبار، فلفل كحل، كركم، شويه زعفران على راس المغرف فقط، كذلك درت راس الحانوت. ديروا ايضا زنجبيل، انا كنت هنايا نسيتو، ملح، ونخلط كلش ونخليهم يتقلاو تانيك مع يتشربوا هذيك التوابل يتقلاو شويه. ولهنايا ضفت مكعب مرق الدجاج هنايا باش يزيد له بنه، لانه ما فيش هذه الوصفه ما فيهاش اللحم او الدجاج، فمكعب جumbo راح يبنن الوصفه تاعنا، لكن اختياري، اذا ما حبيتوش ديروها ما ديروهاش، ولكن يزيدنا في البنه. ولهنايا بعد ما تقلى لي الروز راح نمرق. هنايا نتوما ضيفوا 2.5 كيس، اذا شفتوها ماشي طيبه خاصها طياب زيدوا لها نص كاس كما راكم تشوفوا. انا هنايا ضفت 2 كيس، من بعد دقته لقيته مازال طيب زدت له الكاس الثالث. هكذاك انا كلالي حوالي 3 كيس. نتوما في الاول ديروا 2.5 كيس ومن بعد شوفوا. ودهيا في قشيشين الغيسيبيون على غير الفلفله بركان، شويه الكركم، شويه توابل الشاورما كيف زارمت، خمغاس داغن ثوم بودره، فلفله زكاغ، شويه الزيت، شويه زنجبيل، خلطه كلش لواحي هكا كي زارمت، بيان سور واحي وزوح الملح. من بعد خلطه كلش، خلطه كي لي زيبيس النيق هكني زارمت، خلطت كامل لي التوابل تاعي. من بعد ضفت صدر دجاج مقطع الى شرائح صغيره كما راكم تشوفوا. هكذا نخلطهم مليح باش تتشرب هذيك التوابل ونخليها ترتاح على جنب. ني غاونتي دا في قشيشين خلطه البولي غايا خمرت واحد لي زيبيس ني كوبي خدا مزيان نكايا كي زارمت اثنجدور هذه تشرب لي زيبيس نيس نعلي كيل اثنجد كوتي. واذا هي غنروح عندنا على كريمه الجبن تبنينات كراف. قلت لكم هنايا نروحوا نحضروا كريمه الجبن. درت كأس من الحليب، جبن مبشور مع شرائح الجبن هذيك تاع الساندويتش. ضفتهم هنا الاجبان اختياريه، اللي كانت متواجده عندك ديريها، ديري اللي عندك كميه غير محدده. وهنا تانيك ضفت جبن البيدون هذاك اللي يجي في لي بواط، هذاك ضفت حوالي 2 ملاعق كبيره. من بعد حطيتها فوق النار حتى
سخنت شويه هكا، من بعد فرغتها في الغيسيبيون هذا وراح نميكسي كلش. ولهنايا ضفت فلفل اسود مع توابل الجبن كما راكم تشوفوا، ومن بعد نميكسي بالبغا ميكسور. دايا تقشيشيني فرماجنس ايني سعيم خامس خدممت ايني تسعيم خدمتي ثدايا اخزرم كي تفقد الكريمانيا تخلافت. شوف كي تفقد نتا تعلمتي لي ساندويتش، تعلمت كاع شو تبغي ما تستخدمت لا كريميه لا تخلافت. شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي، تستخدموها الكامل الوصفات حتى الساندويتشات تقدروا ديروها. ولهنايا بعد شوفوا الروز تاعي بعد ما طاب دايما يقوى الروزينو. شوفي كي يدفق يفقد على حبه وينطي طاره اثن كل تاع قيثي مانيس اكيد الزارمت. ولهنايا بعد ما ارتاح ليا الدجاج تاعي نقليوه في كاسرونه سخنا فيها شويه تاع الزيت وراح نخليوه يتقلى كما راكم تشوفوا. واذا يا تقشيشين المستعفذان البولينير يسوى لي زيبيس النير اثنقلو كاسرونت اللي تستحمط شويه الزيت اتعلت ديقلو. ولهنايا خلاص بعد ما قليته خلاص طاب ليا تحمر كما راكم تشوفوا. ولهنايا راح نزين الاطباق تاعي كما راكم تشوفوا. حطيت شويه روز في بول هكا يكون شويه صغير وراح نقلبه في الصحن هذا اللي راح نقدم به الوصفه. طريقه سهله. ولهنايا كنت قليت حبيبه بطاطا راح نقدمهم مع الرز هذا كما راكم تشوفوا. بالنسبه لطريقه التقديم كل وحده تقدم كيما تحب وكل وحده باللمسه تاعها. انا قدمتها بهذه الطريقه ونتمنى تنال اعجابكم. ما تبخلوناش فقط حباباتي بالاشتراك في القناه اذا لم تكن مشترك فضلا وليس امرا غالياتي. وكما راكم تشوفوا هنايا راح نحط الدجاج تاعي فوق البطاطا كما راكم تشوفوا. ونضيف ايضا الكريمه الجبن اللي حضرناها مع بعض من الفوق جات بزاف بنينه. وكذلك مع شويه فلفل حار اللي يحب الحار على كل حال. ارذيا تقشيشين لحق لا فان لا فيديو ان شاء الله هاو تعجب لا غوسات والسيد تخفيفان تبنينات ان شاء الله هاد سيامتي دوا ونتعجب ان شاء الله. اكم جغتي قشيشين لا فيديو تجديد ان شاء الله وحي لا غوسات تجديد ان شاء الله تجي غاول لهنا. باي باي. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم